السلام عليكم خواتاتي، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هو كيختلف على الموضوع ديالنا اللي كنهضروا عليه هو دائما الجاره ديالنا اللي هي الجزائر. دابا غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيخص الدول العربيه كلها. جاونا اتصالات ورسائل من عند الناس، سبحان الله، يعني الناس كيهضروا على هذه القضيه هذه بزاف. خوتي، هي ظاهره ديال الزواج من امراه كبيره عليك في العمر، خصوصا الشباب، خصوصا الدراري. هذا الموضوع غنخصو على الدراري. كنوضوا كيتزوجوا بوحده كبيره عليه في العمر. الدري كاين واحد عنده 24 سنه، مدينه التصويره، ومزوج وحده عندها واحد الدري مصري حتى هو نفس المشكل، وكاين واحد الدري اخر حتى هو بتونس. يعني كاينين شباب وقع لهم هذا المشكل كثير. هذه الظاهره هذه انه الدراري باقين صغار، شباب صغار، عنده 24 سنه 30 سنه، كيتزوج وحده عندها 84 عام. الدري اللي عنده 24 سنه مزوج وحده عندها 95 سنه. بالله عليكم، واش هذا زواج؟ كيقولوا لك الاغتصاب. هو الاغتصاب راه ماشي بشرط انا الاغتصاب نشد بنت ونغتصبها بزز منها. هذيك راه نقولوا بزز منها وقعت في اغتصاب. اجي تشوفوا هذا شاب اللي مشى مغتصب راسو، اغتصاب ارادي بايديه، مسيني عليه بايديه، ماشي زعما جا شداتو هاد المراه هذه العجوز هذه واغتصباتو، لا، هذا مشى بايديه وسينا عليه بايديه. هذا هو الاغتصاب الحقيقي انا في نظري. حنا ماشي كونتر او كنقول لا المراه كبيره ما تزوجش، حنا ما كنقولوش هذيك الهضره. تزوجي واحد الانسان قدك في السن، يعني قدك انت وياه في السن. يقدر نقولوا دري يتزوج عنده 24 سنه، تزوج بوحده عندها 30 سنه، عندها نقولوا كاع 40 سنه، ولكن 85 95 80 سنه راه جريمه. هذه جريمه في حق البشريه، والله حتى جريمه. في نظركم خوتي، اشنو هو الدافع اللي كيخليو هاد الشباب يمشيو يغتصبوا راسهم بهذه الطريقه؟ شنو هو الدافع؟ واش الفقر؟ واش الهجره لدوله اخرى باش تصوب ليه وريقاته؟ في نظركم هاد الشاب هاد السيده هذه وقفات معاه وصوبات ليه ورقه وداتو، عيشاتو تما احسن معيشه، في نظركم غيصبر هو لداك الشيء؟ غيصبر يبقى دايما يدور يلقى راسو ناعسه حدا وحده عندها 95 عام؟ كنتمنوا تشاركونا هذا الموضوع هذا، لانه موضوع شائك وموجود كتير، وبلا ما نقول البلايص اللي موجود فيها. ما غاديش نعمم. كاينين شباب مزوجين اجنبيات، ولكن ماشي 95 سنه 85 سنه، لا. هذا الانسان كيجني على راسو، كيضر راسو، كيتكرفس على راسو. حنا كنعرف في واحد السيت في مواقع التواصل كيعاود لينا، كيقول لك انا خرجتني وبرضات والديا ودرت العرس ومشيت عشت معاها عامين. هو عايش معاها، السيد محدو غادي كيكبر والسيد كيتحلو عينيه، بحال كان فقد الذاكره. كان هو الامل ديالو هو يخرج لبرا، ما كيهموش تكون عندها حتى 100 سنه، ما كيهموش. هو كيقول خصني نخرج انا برا وصافي، خصني نعيش انا مزيان ونعتق والديا وخوتي من الفقر ونعاونهم. ملي مشى السيد لتمايا، السيد ولات مسكين كضربوا الفيقه، كيقول شنو درت لراسي؟ انا جنيت على راسي، تكرفست على راسي. وهذا غشب من شباب اللي وقعوا في هذا المشكل، اما وقدر يعاود القصه ديالو. اما كنا نسولوا الشباب مساكن كون راه، واكيد هذا الفيديو هذا اللي غنلوحوه دابا ان شاء الله اكيد غادي يتواصلوا معنا شباب وغيقولوا لنا وقعنا في نفس المشكل وسكرفسنا وبعنا ريوسنا رخاص. والمشكل انا اللي كيجيني شويه كيجيني غريب، انه الشاب كيقول لك علاش انت ما تاخذش بنت بلادك؟ وحده طلقات لا خايبه، ما مزياناش. هذه اللي طلقات صافي ما مزياناش، طلقات بولادها ما مزياناش، طلقات بوحدها ما مزياناش، راه فاسده، راه ما مزياناش، راه خارجه الطريق.
واش صافي اللي طلقات وخرجت تخدم على وليداتها، او طلقات بوحده وخرجت تخدم على راسها، هذه كتسمى فاسده، كتردوها نتوما خايبه وما مزياناش. كيقول لك المطلقه ما ناخذهاش لانها هي خايبه فاسده، مطلقه ما عندها حتى شي ذنب. وتحيه للنساء المطلقات. هذا الفيديو تحيه للنساء المطلقات المكافحات اللي هازين وليداتهم وهازين ريوسهم، تحيه ليهم. ايوا واخا هذه مطلقه خايبه فاسده ما تزوجوش بها، وهي هو ديك اللي خديتي اللي هذيك فاسده تزوجت واحد وطلقات، هذيك اللي خديتي راه ماشي راه كانت مع الوفات. ما كنعمموش، كنهضروا حنا كنديروا غير مقارنه بين المطلقه بنت بلادك ووحده ما كانتش مطلقه، كانت عايشه الحياه ديالها مع هذا وهذا وهذا، وكتكمي وكتشرب وكدير كلشي وكتدخل البيران. بنت بلادك ما كتدخلش البيران، ما كتحشش، ما كتكمي، ما كتشرب، كانت مزوجه بواحد، تفرقت هي ويا حرام رزق، كلها مشى في حاله، خرجت كتخدم على وليداتها بالحلال، كنردوها خايبه ما كتسواش. هذا هو المشكل اللي خايبه خوتي، وهذا هو الموضوع اللي كيضرنا في خاطرنا، وهذا هو الموضوع اللي اتصلوا بينا ناس قال لك نهضروا عليه. في نظركم اشنو غيربح هذا الشاب هذا وشنو غيخسر؟ والسؤال الثاني، من هو المستغل ومن هو المستغل في نظركم؟ كنتمنى خوتي تجاوبونا، تخليو لينا الجواب ديالكم في التعليقات، لانه نتوما اللي غادي تقرروا. والناس اللي طاحوا في هذا المشكل يا ريت يتواصلوا معنا، التليفون ديالنا غادي يكون في الفيديو، يا ريت يتواصلوا معنا ويقول لك وقع لنا المشكل، سواء في المغرب سواء في اي دوله عربيه، يتواصل معنا ويقول لك انا وقعت في هذا المشكل هذايا، ويهضر، لانه ولو يخبي الداخل ديالو مضرور ومكرفس وما قادش يقولها، لانه هو اللي دارها بيديه. ونزيدكم خوتي، كاينين مجموعه من الشباب اللي تزوجوا نساء اكبر منهم هكا اجنبيات في العمر، وداتو حتى تمايا ملي قال لها نتفارق معاك حيدات ليه وراقو وكرفساتو. واحد انا كنعرف شاب وقع عليه نفس المشكل، داتو لتمايا وجلس معاها 4 سنين، وفي الاخر قال لها انا راه خصني نتفارق معاك لانه حنا عاداتنا خاصنا ناخذوا مغربيه، خاصنا هذه. وناضت ليه قالت لي علاش تقولي هكاك، حيدات ليه وراقو. تصوروا ما جاش مسكين 10 سنين ما جاش لدارهم، 10 سنين. الحمد لله كاينين مواقع التواصل، الحمد لله كاين الواتساب اللي كيتواصل مع والديه وكيشوفهم وكيشوفوه. وتوفى الاب ديالو وما حضرش ليه. هذا هو المشكل. كنتمناو تخليو التعليقات ديالكم والرسائل ديالكم في الواتساب، وتفعلوا الجرس. اخيرا وصلنا نهايه الفيديو، فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا لا تنسوا الاعجاب والاشتراك ليصلكم ان شاء الله الجديد ديالنا، ووصلونا مواضيع ديالكم اللي بغيتونا نتحدثوا عليهم كما تحدثنا في هذا الموضوع هذا، طلب ديال المشاهدين ديالنا ومتتبعين ديالنا. بارطاجيو الفيديو باش يوصل ان شاء الله الاصدقاء ديالكم واصدقاء ديالكم، باش نعالجوا هذا الموضوع هذا ونهضروا عليه ونشوفوا اشنو كيوقع لهاد الشباب وشنو مصيرهم. نتمنى يكون تفاعل، ونتمنى يكون بارطاج. والى اللقاء في موضوع اخر مع الاخت ديالكم زهيرة تيفي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.